سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. ينقري الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا يا اهلا والله بجد، يعني مش عارفه ابتدي منين، بس انا ممتنه جدا ليكم ولسؤالكم عليا ودعواتكم ليا الحلوه بالشفاء. الحمد لله، يعني انا بفضل الله بقيت احسن شويه. يعني بجد والله بشكركم من قلبي واحد واحد. وطبعا اهلا بكل الحلوين اللي نورونا جديد في القناه، نورتوا القناه. يا رب الفيديوهات كده تنال اعجابكم. النهارده بقى هنقضي مع بعض يوم كده خفيف ولذيذ، وهاخدكم معايا نحضر حفلة لايف سوا لمطرب مشهور. هنشوفها مع بعض، هتشوفوها معايا ان شاء الله في اخر الفيديو. وكمان هنخرج علشان عايزة اطلع السوبر ماركت، عايزة اجيب بقى طلبات، يعني في حاجات ناقصاني كنت عايزة انزل اجيبها. وقلت كمان اعمل لكم جولة هناك تشوفوا المنتجات والحاجات المتاحة عندهم. والصبح زي ما شفتوا كده عملت كوباية عصير برتقان، يعني ما كانش ليا مزاج بصراحة ان انا افطر اي فطار تقليدي او غير تقليدي حتى. لان انا يعني شخص مش روتيني خالص، يعني حيث وجد الروتين انا بهرب. فيعني لو انتي زيي بقى كده، يعني حاولي دايما ان انتي تغيري كل يوم، تعملي حاجات مختلفة على قد ما تقدري، علشان ما يبقاش يعني رتم الحياة عندك فيه ملل أو تحسي بزهق. لأ، فطبعا يعني أوقات كتير أنا بغير من روتيني أو يومي نفسه، ترتيبه. يعني مش شرط أبدأ بنفس الحاجة كل يوم. طبعا مع الذكر وكل الحاجات ديت برضو بيغير من المود كتير بصراحة. فخلاص خدت ده وفضيت الديش ووشر عندي ونضفت المطبخ كده وظبطته، وكنت غاسله كمان المفرش بتاع الترابيزه. فحبيت ان انا كده ايه افرشه، وحطيت عليه الكفر المشمع ده. بجد يعني مهم قوي ان انتوا تستعملوه، لانه بصراحة بيوفر تعب ومجهود كتير قوي. يعني لما بتسيبي القماشة كده زي ما هي من غير اي كفر عليها، وخصوصا بقى لو عندك اطفال في البيت وحاجات بتقع، فانتي هتزعلي كتير بصراحة. فعلى ايه يعني، احنا عايزين نحافظ على سلامنا النفسي كده وهدوءنا، ويعني نحاول نشوف الحاجات اللي تريحنا ونعملها. فده بصراحة من الحاجات العملية قوي. وبحطه كده على الترابيزة على المفرش، بيحافظ عليه الحمد لله، وبتفضل كده نظيفة وحاجة كده مريحة نفسيا. أول ما بنزل بقى وأنا منظفة المطبخ كده بالذات ومترتب ورايق، أنا بحس بصراحة إن أنا مرتاحة جدا. فنزلت السوبر ماركت ودخلت على اول حاجة كان عندهم اللي هو قسم الحاجات التجميلية بقى، والشامبوهات والكريمات والحاجات دي. فبصراحة هناك عندهم تنوع كبير قوي. على الرغم ان انا مش بثق كتير في الحاجات دي ان انا اشتريها من اي سوبر ماركت، بس هم هناك بحس ان الحاجة تراستد، وببقى مطمنة شوية وانا بجيبها. انا ليا مصدر تاني بجيب منه برضو حاجتي، بس اوقات قليلة بلجأ لحاجات زي كده في السوبر ماركت. فكنت بوريكم هناك عندهم بصراحة تنوع كتير. انتوا عارفين منتجات نيتروجينا ومنتجات موجودة طبعا خارج المقاطعة، هتلاقوها. وفي منتجات بصراحة يعني متاحة عندهم مش موجودة برا، يعني اوقات كتير بتدوري عليها برا مش بتلاقيها، فبلاقيها بصراحة هناك. وكمان كانوا في عاملين عروض هناك على الدفايات الشتوي بمقاساتها بقى المختلفة. كان في اسعار 200 و250، فطبعا دي تعتبر يعني اسعار معقولة بالنسبة للماتيريال دي. تقريبا دي بتاعت منترا على ما اتذكر. وكان في بقى اللي هي البطانية اللي بتتلبس دي. بصوا كان في تنوع بصراحة هناك. اللي لفت انتباهي كمان بصراحة القسم بتاع الحلل والأدوات المنزلية كان رائع. أنا كنت أول مرة أخد بالي منه، يعني كتير بروح السوبر ماركت وبلف وأجيب طلباتي وحاجة البيت وكده، وعمري ما بصراحة ما فكرت إن أنا أعدي عليهم هناك خالص. فانا الفتره الاخيره بفكر اشتري طقم حلل جديد، وكنت عماله بقى يعني ايه بدور واسال واعمل سيرش وكده عشان عايزه اجيب حاجه كواليتي كويسه. فبصراحه لقيت عندهم بصوا يعني اشكال والوان، الجرانيت، الستانلس، السيراميك، كل الانواع اللي موجوده هناك هتلاقوها.
وفي حاجات موجودة، حاجات منها مصري، وفي حاجات تانية مستوردة. وطبعا الأسعار يعني تعتبر متوسطة، اللي هي الأسعار الطبيعية اللي موجودة في السوق عندنا. فبصراحة عجبني من هناك كذا حاجة كده، بس أنا لسه يعني ما استقرتش على حاجة معينة. قلت الأول أخد فكرة، وبعدين بعد كده أشوف هشتري أي نوع. فلو انتوا جربتوا نوع جرانيت كويس يا ريت تقولولي. يعني انا بصراحه اكتر نوعين عارفاهم هما السافلون والنيو فلام الكوري، فدول انا كنت محتاره ما بينهم وعايزه اشتري حاجه، وبعدين لقيت في انواع تانية كتير غيرهم موجوده برضو، منتجات برضو كوري وحاجات تانية مختلفه. فاكتبوا لي كده تجاربكم معاهم ايه، وهل هم عمليين ولا لا، بالذات في الجرانيت. بس بعد كده بقى طبعا جبت الحاجات بتاعتي وانا راجعة. طبعا عديت كمان على سوبر ماركت تاني كان فيه حاجات تانية ناقصاني، فجبتها من هناك عشان انا متعودة بجيب يعني في حاجات معينة بجيبها من اماكن بعينها، اماكن محددة. زي مثلا الجبنة الموتزاريلا دي، انا النوع دوت جربته قبل كده وكان كويس. هو في نوع اللي هو اسمها بونو الاولانية دي، والتانية اسمها ايطاليانو تقريبا. انا بجيبها يعني اللي هي الموتزاريلا الطبيعي، لان طبعا في نوعين زي ما انتم عارفين، في اللي هي بتكون دهن نباتي عالي اللي هي العادية، وفي التانية الطبيعية اللي هي المفروض معمولة كلها بالحليب البقري. يعني وانتوا بتجيبوا حاولوا ان انتوا تنتقوا الحاجات دي. بصراحة بيبقى فيه كده عارفين تيبس اند تريكس كده واحنا بنعمل شوبينج، الحاجات دي بتفرق معانا جدا في صحتنا قدام، مش بنحس بيها غير قدام لما بنكبر في السن. فدي من الحاجات اللي بتفرق، بالذات بقى لو انتي بتستعملي الموتزاريلا كتير، وبالذات عشان الولاد كمان تعتبر دي امانة، فلازم احنا برضو نحافظ عليها. بتفرق حاجات بسيطة في السعر، بس هي من الحاجات المهمة ان انت تجيبيها تتأكدي ان مكتوب عليها جبن طبيعي او مصنوع من الحليب البقري، ويكون ما فيهاش اللي هو بقى دهون نباتية كتير او زيت النخيل، الحاجات دي كلها مضرة جدا. وطبعا كان يعني ناقصني شوية بقى مكرونات وحاجات. المكرونة الفاتوتشيني ديت كانوا الولاد طالبينها مني اللي هي بالوايت صوص، ولقيتها مش عندي. فدايما المكرونات لما بتبقى في البيت كده يعني بتبقى حاجة مريحة ليكي، خصوصا بقى لو انت زهقتي من الطبيخ وفي ايام الحر وكده، فبنلجأ لها كتير. جبت كمان الايس كريم ده، بصوا نوعين مختلفين، ده بتاع حلو الشام وبتاع بيكلاند. حبيت بصراحة ان انا يعني انوع عشان اشوف يعني اي انه فيهم هيبقى احسن او هيديني نتيجة افضل. طيب انا جبته ليه؟ مع اني بعمل ايس كريم طبيعي في البيت، انا بصراحة بحب اضيف معلقة كبيرة او كيس لو كمية انا عاملاها اكبر، كيس على الايس كريم الطبيعي اللي انا بعمله، لان دي بصراحة بتفرق كتير في القوام وفي الطعم وكل حاجة. يعني فانا اوقات كتير بحط الايس كريم اللي هو الباودر ده، بستعمل معلقة بضيفها كده على الطبيعي اللي احنا بنعمله في البيت، وهنعمله مع بعض كتير في الصيف بقى زي ما انتوا عارفين. جبت كمان اللي هي السلكه اللي انتوا شايفينها اللي ليها ايد دي، بصراحه من الحاجات الحلوه قوي اللي بتسهل بقى كتير لو انت عندك بقع بقى عنيده. كمان الميزه فيها انها مش بتجرح الحاجه خالص، لان انا مجرباها قبل كده عندي. وكمان لو انت بتنضفي بيها الاطباق قبل ما تحطيها في الديش ووشر، فطبعا دي بتنفع كتير. كمان من هناك قسم المنظفات برضو جبت اللي هو انتوا عارفين السلك بتاع المواعين اللي هو الناعم ده. ده بصراحة يعني لازم يكون موجود في البيت. انا لما بيخلص من عندي لازم بجيبه على طول، علشان ده يعني بيتحط بنستعمله في حاجات كتير قوي، هو بتطلع له استخداماته كده من غير ما تعرفي تحسي ان انتي محتاجة حاجة زي كده. فدي برضو من الحاجات المهمة اللي دايما بحب اسيبها مع المنظفات. كمان كان اللي هو سائل تنظيف الاطباق اللي هي العادية، كان خلص من عندي، مفيش غنى عنه حتى لو عندك ديش ووشر، فطبعا ده برضو اساسي مهم، لان في حاجات زي ما انتوا عارفين ما بتدخلش الديش ووشر. وبلس كمان انت بتلمعي بيه الحوض عندك وبتستخدميه في حاجات كتير. انا بصوا جبت الماركة دي اول مرة بصراحة اجيبها، بس كان في حد هناك واقف، كان سيلز هناك واقف في السوبر ماركت، وهو رشحها لي وقال لي ان هو نازل عليها اوفر. كان معاها اللي هو ده تقريبا مش عارفه، ده تقريبا لتر، ده تقريبا لتر زياده، وهي اصلا الباكج 4 لتر.
فاللي هم تقريبا يبقى التوتال كده 5 لتر. ف طبعا وكانت نازله بسعر حلو قوي، تقريبا كانت عامله 79 جنيه او 80 جنيه في الرينج ده. وانا كنت دايما متعوده اجيب يا اما فيبه يا اما اللي هو التاني اسمه وفير. فبصراحه حبيت ان انا ايه استفاد بالاوفر واجرب كمان الماركه دي. يعني هجربها واشوفها واقول لكم رايي. لو انتوا بقى جربتوها وطلعت حلوه قولوا لي بقى، عشان انا لسه ما استعملتهاش بصراحه. طلعت كده عشان احط بقى المكرونات والحاجات بتاعتي، لقيت الدرج بصراحة متبهدل جامد ومش مترتب خالص، فقلت بقى انضفه كده وارتبه بالمرة. انتوا عارفين عندي في الدولاب بتاع الخزين كده انا عاملاه نظام ادراج، فمش بعملهم كلهم مرة واحدة، لا انا يعني من وقت للتاني بمسك درج درج كده ارتبه وانضفه. وخلوا بالكم بقى، خصوصا احنا داخلين ايه، يعني الصيف داخل معانا بقوة كده، والجو متغير قوي اليومين دول وبيبقى حر شديد. فالحاجات دي، ولو انت عندك بقى توابل، عندك بقوليات، الحاجات دي كلها بتبوظ بسرعة في الصيف، فلازم من وقت للتاني بقى ايه تفرزيها ويكون في مكان جيد التهوية وتغيري مكانها على طول. ولو عندك في حاجات معينة كده بتحط في التلاجة ما ينفعش تتحط بقى ونسيبها زي ما كنا سايبينها طول الشتاء، لازم باخدها بنقلها التلاجة علشان خاطر يعني ما تبص مني. فكل الحاجات دي مهم ان احنا نعملها الفترة دي. وجات بقى فقرة الغدا، عايزة اقول لكم ان انا كنت مستعجلة قوي وانا بعمل غدا عشان خاطر عندي حفلة بالليل. بس كنت مطلعة لحمة من الصبح عشان خاطر من الديب فريزر عشان تفك، والقطع اللحمة كانت كبيرة فحبيت ان انا اقطعها صغير كده. الولاد عندي يعني ما بيحبوهاش او مش بيعرفوا ياكلوها وهي كبيرة كده، فبقطعها صغير وبعملها كده زي كباب الحلة. بتطلع بصراحة من احلى الطرق بجد اللي تعملوا بيها اللحمة. ايا كانت قطعيتها بقى، بتقطعيها كده قطع صغيره، طبعا عكس اتجاه النسيج بتاعها علشان خاطر وهي بتتاكل كده تبقى يعني سهله في الاكل، ما تبقاش عباره عن كده ايه الياف وبتشد معاكي، اللي هي الشرايح بتاعه اللحمه نفسها ما تبقاش صعبه في المضغ نفسه. فبقطعها عكس اتجاه الانسجه بتاعتها، وباخدها بقى كنت الوك مسخناه جامد قوي، بحطها فيه واسيبها شويه كده من غير ما احركها خالص علشان تبتدي تاخد لون بقى كده من تحت وتتشوح كويس. وبعد كده ابتدي بقى اضيف كل التوابل الحلوه اللي عندك بقى، ضيفي اللي انت تحبيه. حطي بقى عندك 7 بهارات او عندك بهارات كل حاجه لوحدها، زي مثلا ورق لورو، زي البابريكا والفلفل، وزي ما تحبي كل البهارات اللي عندك حطيها. وتبقى احط لها كمان بعد ما ابتدت تاخد لون كده من تحت ابتديت اقلبها. قبل كده ما تقلبيش عشان اللحمه نفسها ما تجيبش الميه، لو جابت الميه بتاعتها خلاص بتتحول للحمه مسلوقه ومش هتديك الطعم الحلو بتاع كباب الحله. حطيت بقى جزر مبشور، وحطيت كمان بصل، وحطيت سماق. وبصراحه انا كنت نقعه البصل الاول في السماق كده شويه لوحده، بحيث ان هو بيدي طعم مختلف للبصل وبيغير من طعمه.
وبعد كده ضفت بقى ايه زي ما شفتوا كده معلقتين كده طماطم كده مضروبين وشوية مية، ومغطيت عليها سبتها علشان خاطر تستوي. طبعا انتوا عارفين بقى لما بنقطعها صغير كده ما بتاخدش وقت خالص في السوا. وابتديت ارش عليها كمان معلقة كده بيكنج باودر، اللي هو بيبقى في برطمانات ده. خدت كده ايه معلقة صغيرة خالص علشان برضو تساعد على السوا وتسرع لي السوا، بما اني بقى ايه مستعجلة زي ما بقول لكم. وغطيت عليها وسبتها شوية على نار متوسطة. وابتديت بقى قلت هعمل شوية ايه اسهل حاجة جنب كباب الحلة، انت تعملي شوية رز. لو عندك شوية كمان اي نوع بقى من انواع الطبيخ ممكن تقدمي معاها، زي مثلا فاصوليا، زي ملوخية، زي بسلة. في ناس والله بتاكلها كده بس لوحدها مع الرز وخلاص، يعني مفيش احسن من كده. فالرز كمان ما تفننتش فيه قوي، يعني اوقات كتير كنت بعمله لهم بقى رز بسمتي بعمله كده بالجزر المبشور، وبعمله كمان لونه اصفر، بحط عليه بقى كركم وكاري وادلعهم كده. بس ما كانش عندي رفاهية قوي من الوقت عشان اعمل ده. والحمد لله يعني الاكله ما خدتش معايا وقت، هي تقريبا ساعه الا ربع او ساعه كانت الاكله كلها خلصت. انجزتها الحمد لله وقدمتها. طبعا زي ما شفتوا كده قدميها بقى بالشكل اللي انت عايزاه، لو انت مش مستعجله بقى تقدري تتفنني بقى في التقديم، وبألف هنا. اظن بقى كده عداني العيب، عملت لهم الاكل وجهزت البيت وكل حاجه، يسيبوني بقى ان انا اخرج شويه. يلا بينا بقى، تعالوا مع بعض نحضر الحفله لايف لتامر عاشور. حتى الدمع ضرير جوا عيوننا وكل علشاني مات غرامي وفيا جرح ويا ضاع العمر علي. عمري ما شفت معاك عيني يبقى عايزني ازاي ارجع لك ولا اسامحك مهما عملت. مين هيكدبني؟ اختار ما بين نفسي وما بينك، هعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولك. بحبك سنين في السر ومحدش عارف، وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم. هيجيلي موضوع يقف عينه تعبان، هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان. هيجيلي ويشوف زي ما انا عايز. معقول لما يجي ما متعودش ما سيبش كلام مقول شيلني ربي الناس راحوا سبح. قالوا لي بعدين خلاص ضاع عيني عشان قولوا خلصانة ولا ده هيجي ويروح، لكن عالفاضي ومفيش الصورة وضوح. بكيت بيموت وانا بعيش، هيشوف وشي تاني